حيل بسيطة من مطبخي ازاي نوفر من الفراخ عدد وجبات اكتر وافكار لوجبات متنوعة، وكمان نوفر على نفسنا وقت ومجهود طول الشهر. حددي ميزانيتك واشتري كل الفراخ اللي بتستخدميها في الشهر مرة واحدة، ده هيوفر علينا وقت ومجهود كبير جدا، وكمان هنعمل عدد وجبات اكتر بافكار متنوعة. اطلبي من البياع ان هو يقطع لك الاوراق لوحدها والصدور لوحدها، والصدور يخليها ويعمل جزء منها بانيه ويخلي جزء سليمة زي ما هي. البانيه نقدر نعمل منه افكار كتير جدا زي صوابع فراخ كريسبي، نجرسكو بالفراخ، شاورما، شيش طاووق، كفتة فراخ، وافكار كتير جدا هكتبها لكم تحت الفيديو. هنتعب يوم واحد ونرتاح باقي الشهر. هنعمل كل التتبيلات مرة واحدة. هنفرم كمية بصل محترمة، هنصفي منها جزء ونسيب الباقي علشان باقي التتبيلات. البانيه هنتبله وكمان هنحطه في البيض والبقسماط عشان نوفر على نفسنا وقت ومجهود. نطلع نقلي على طول. كل التتبيلات اللي بعملها هسيبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. مهم جدا انك تشتري التوابل من مكان ثقة علشان دي اللي بتدي الطعم المميز للتتبيلات. بستخدم توابل دهب، توابل مميزة جدا فريش، اسعارها حلوة قوي، والاهم انها بتوصلني لغاية باب البيت من غير اي مصاريف شحن. عندهم باكج متنوعة علشان تناسب الميزانية بتاعتي، بيكون فيها معظم التوابل اللي بحتاجها كل شهر للتتبيلات. كمان بتوصلني في علب محكمة الغلق، كل علبة مكتوب عليها نوع البهار علشان ما اكونش محتارة وانا بعمل التتبيلات. بحط الفراخ بتاعتي في اكياس خزين وبكتب على كل حاجة فيهم النوع اللي انا عاملاه علشان وقت ما اطلع اعرف الحاجة الموجودة في الكيس. لو حابين افكار اكتر اكتبولي في التعليقات، ولو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والسيف.